طول حياتنا بنبقى عايشين علشان المجتمع والناس اللي حوالينا تتقبلنا، وبنحاول ان احنا نظهر بأحسن صورة، نتعلم أحسن تعليم من وجهة نظرنا، نلبس أحسن لبس من وجهة نظرنا، نتعامل بطريقة ممكن ما تكونش طريقتنا من وجهة نظرنا اللي احنا شايفين ان المجتمع هو اللي بيفرضها علينا وبيجبرنا ان احنا نتعامل بيها عشان المجتمع يتقبلنا. وجهة النظر دي بتختلف من شخص لآخر ومن مكان لمكان ومن مجتمع لمجتمع ومن بيئة لبيئة، ان ايه الأحسن وايه الأفضل، أجمل نفسي ازاي، أحسن نفسي ازاي، ده باختلاف التجمعات والأشخاص والأماكن. في العموم بنجمل وبنحلي وبنحاول ان احنا نكذب وبنحاول ان احنا نبين احسن حاجة اللي هي قد تكون ان دي مش الواقع ومش الحقيقة بتاعتنا. ده بيؤدي الى ان الواحد بيبقى عايش كده حياة مش حياته، عيشة مش عيشته، عايش في قالب مفروض عليه، محطوط جوه زي علبة كده، بوكس. انت ابعادك في العلبة دي ما تطلعش براها، وروحك وحياتك ونفسك عايزة. وفعلا بتوصل لمرحلة ان انت بتبقى عايش حياة مش حياتك وعيشة مش عيشتك علشان ترضي اللي حواليك وترضي الناس وترضي المجتمع، وبتكذب على نفسك وبتكذب على اللي حواليك علشان تبين حاجة مش بتاعتك. بيجي وقت سن كده معين، وقت كده معين ما تفهمش ايه اللي بيحصل. المنظومة كلها بتختلف بالنسبة لك والموازين بتتقلب وبتبقى لأ، أنا مش كده، أنا مش عارف إيه، والناس تحسك اتغيرت وتحسك إن مش أنت وإن كذا وكذا وكذا. ده بيبقى الواحد جاب آخره ووصل لمرحلة النضج إن الناس مش فارقة معاه، خلاص أنت نضجت، الناس مش فارقة معاك، أنا اللي يفرق معايا نفسي وبس. المرحلة دي بالنسبة لي أنا بعد سن ال50، لغيري ممكن يكون قبل، ولغيري برضو ممكن يكون بعد. وشكرا.